نحن نعيش هذا الحدث الإفريقي حيث نحيي فيه ما جسدته الدولة الجزائرية وحرصها التام على استفادة التلاميذ عبر مطاعم الولاية. اليوم الإفريقي للتغذية المدرسية هو تأكيد على اهتمام الدولة وعلى الدور الذي يلعبه المطعم المدرسي والتغذية المدرسية. الدولة الجزائرية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد المجيد تبون تواصل العمل على تطوير خدمات الإطعام المدرسي من خلال تحسين ظروف التكفل والحرص على جودة الوجبات المقدمة واحترام المعايير الصحية والتنظيمية بالتنسيق مع مختلف الشركاء والهيئات المعنية. إن الحكومة الجزائرية كما هو معلوم أعلنت أن استراتيجية التغذية المدرسية الوطنية هي أولوية على جدول أعمالها، وأن الهدف العام للاستراتيجية هو توفير التوجيه والإرشاد بشأن تطوير وتنفيذ مشروع وطني موسع للتغذية المدرسية. نحن نعيش هذا الحدث الإفريقي حيث نحيي فيه ما جسدته الدولة الجزائرية قيادة العليا حرصها التام على استفادة التلاميذ عبر مطاعم الولاية من وجبات شاخصة. كما لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى السلطات المحلية وعلى رأسها السيد الوالي المنتدب الذي هو حريص كل الحرص على متابعة هذه المطاعم يوميا. أنا الحليب مفيد، أنا أقوي العظام وأبني الأجسام ولمشتقات عديدة. وبالأشواق نأتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم أحييكم وبالأشواق نأتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم. أحييكم أحييكم وبالأشواق نأتيكم. الصرف، أنا الغذاء الكف للصحة والعافية. أنا البرتقالة بالألياف غني وبالفيتامين سي أعطي الحيوي. المغزى من الاحتفال باليوم الإفريقي للتغذية المدرسية هو ربط العمل الإنساني بالتنمية وتحسين التعلم والتوعية بأهمية التغذية المدرسية لضمان غذاء صحي متوازن لأبنائنا. والسيد معالي وزير التربية الوطنية أعطى تعليماته بخصوص التغذية المدرسية والحرص عليها، كما أن السيد الدكتور والي ولاية الأغواط كذلك السيد الوالي المنتدب لولاية آفلو يحرصان شخصيا على الوقوف على الدعم الغذاء أو التغذية المدرسية. أشير بأن لدينا في ولاية آفلو 103 مدرسة ابتدائية التغذية المدرسية فيها 100%، أي بتعداد 30,931 تلميذ، بالإضافة إلى المتوسطات 21 متوسطة نصف داخلية يستفيد 4745 تلميذا، الثانوي 11 نصف داخلية يستفيد 1914، أي بمجموع 37,590 تلميذ مستفيد من التغذية المدرسية.